السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل عام وحضراتكم جميعا بخير والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. النهاردة موضوع شرحنا هيكون عن إزاي تربط الأجهزة الجديدة بالإنترنت للشبكة المخفية والشبكة الظاهرة. هنتابع مع بعض الشرح. هنمسك الريموت وهندوس من الريموت على زر منيو، وهننزل على نتورك وهندوس اوكي. هننزل على اعدادات الايثرنت وهندوس اوكي. اول اختيار اللي فوق اللي هو نوع الاتصال لازم يكون شبكة واي فاي. بعد ما عملناها شبكة واي فاي اخترنا من بين دول شبكة الواي فاي. هننزل على الاعدادات وهندوس اوكي. كده الراوتر بيبحث عن الشبكات اللي عند حضرتك شبكتك مخفية وعايز تضيفها، هتدوس من الريموت زر اخضر. اول حاجة فوق دي اس اي دي اللي هو اسم الشبكة اللي حضرتك عاملها وخفيها. هندوس اوكي وهنكتب اسم الشبكة زي ما حضرتك كاتبها في الراوتر. لتغيير الحروف من اللوحة بتدوس زر احمر اللي هو تحت الباور تغير الحروف. بتكتب شبكتك ايا كانت انت عاملها ازاي، اسم او حرف او حروف زي ما انت عاملها. بتغير اللوحة من الزر الاحمر اللي تحت الباور وبتكتب اسم شبكتك وبتدوس ازرق تأكيد. بعد كده بتنزل على الخيار ده بيكون كده، هتدوس عليه اوكي وهتخليه الهيكلة، وهتنزل على لا يوجد حماية. هتختار المفتاح اللي اخره تي كي بي وهندوس عليه اوكي. كده عملنا الهيكلة وعملنا التشفير. هننزل على كلمة السر. كلمة سر ايا كانت انت عاملها ايه برضو بتغير اللوحة للكتابة من الزر الاحمر وبتكتب كلمة السر بتاع حضرتك. طبعا عايز تحذف بتحذف من الزر الاصفر في الريموت زي كده، وبتكتب اسم شبكتك زي اسم الباسورد زي ما حضرتك كاتبه. بكتب مع حضرتك اهو كلمة السر. بعد ما كتبتها صح حروف وارقام او زي ما انت حضرتك عاملها هتدوس ازرق. عملنا اسم الشبكة فوق، عملنا الهيكلة، عملنا التشفير، عملنا كلمة السر. هننزل على المربع ده هنعلم عليه علامة الصح وهننزل على الاتصال وهننزل مرة كمان نعدي على اضافي وندوس اوكي. هننزل على اخر حاجة اللي هي آلي ما بتكونش متعلمة بتعلم عليها علامة الصح وبتنزل على الاتصال وتدوس اوكي. بنعلم صح ليه؟ عشان نسحب الدي ان اس بتاع الشبكة. كده الشبكة ربطت مع حضرتك وادت لك نجاح الاتصال، مفيش اي مشكلة بإذن الله. طيب لو شبكة حضرتك ظاهرة بتنزل على شبكتك مثلا زي ديت وبتدوس عليها اوكي، وكل اللي بتعمله بتكتب الرقم السري بتاعها وبتأكد ازرق وبتنزل تعلم صح هنا وبتدوس على الزر اللي تحت في الدايرة وتدوس مرة كمان عليه بتعدي على اضافي وبتنزل على الاتصال تدوس عليه رابط. طبعا عشان انا شبكتي مخفية وضفتها مع حضراتكم مش هتضاف، فالطريقة الصح للربط زي ما وريت لحضراتكم بنعمل اسم الشبكة. بندوس من الزر الاخضر هنا ونكتب اسم الشبكة. بنخلي الهيكلة تاني حاجة اللي هو نوع الشبكة يبقى الهيكلة. تالت حاجة
المفتاح اللي هو اخره تي كي بي، بنكتب كلمة السر صح، نتأكد من كلمة السر صح ومن اسم الشبكة لو مخفية، بنعلم صح، بننزل على الاتصال، ننزل مرة كمان على اضافي وندوس اوكي عشان الريسيفر يسحب الدي ان اس اللي حضرتك مغيره في الراوتر. تحت بنعلم عليه صح على آلي على الدي ان اس اهو، وبندوس اتصال للشبكة. دقيقتين وهتقول لك نجاح الاتصال. كده نجاح الاتصال قدام حضرتك. كده لو دخلت على اي حاجة هتلاقي كل حاجة شغالة معاك تمام بأمر الله لو عملت الاعدادات دي صح. وكده موضوع الفيديو النهاردة انتهى، عشان يختصر على ربط النت ويبقى المعلومة مفيدة للجميع. اي استفسار او اي تعليق سيبهولي على القناة او على رابط الجروب او على صفحتي الشخصية، هسيب لكم الروابط في الديسكريبشن تحت. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.